ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى إعدادي الترم الثاني لسنة 2026. النهاردة بشرح من كتاب المعاصر صفحة 93. بنشرح النهاردة يا شباب قواعد يونت 9. إيه هي قواعد يونت 9؟ بزاسف اس، وهي اس الملكية. اس إيه؟ الملكية. طب إيه هي اس الملكية يا أستاذ؟ وعايزين نتعرف عليها بشكل أكبر. تعالوا معايا. أولا أنا عندي اس الملكية اللي عليها أبوستروفي زي ما انتم شايفين. طيب الأول نتعرف على الأسماء. اس الملكية دي بتخلي الاسم يمتلك شيء. يعني مثلا أنا قلت أحمد وقلت كار، أنا عايز أقول سيارة أحمد. لو قلت أحمد كار كده الجملة غلط. بتعمل إيه يا أستاذ؟ بتضيف ليها اس الملكية، فبتقول أحمد كار. أحمد كار، كده أنت عملت إيه؟ ملكية لكار عشان تبقى ملك لأحمد، فقلت أحمد كار. بكل بساطة هي دي اس الملكية. طيب ايه الصعب يا استاذ في القاعده دي؟ والله ما فيش حاجه صعبه، هي القاعده سهله جدا. اي اسم لا ينتهي باس، اي اسم سواء مفرد او جمع لا ينتهي باس، انا بحط له اس الملكيه اللي عليها ابوستروفي بكل سهوله. يعني مثلا انا عندي a boy ولد، وعندي a girl بنت، وعندي children اطفال، وعندي men رجال، وعندي women نساء. مالهم دول يا استاذ؟ قال لي a boy ده مفرد، ولد a girl بنت مفرد. طيب children ده جمع لchild، وده جمع غير منتظم. اهو جمع ايه؟ غير منتظم، يعني لا ينتهي باس. وكذلك من الجمع لمان، وwomen الجمع لwomen. كل ده يا شباب. طيب هل فيهم شيء ينتهي باس؟ لا. طب انا لو عايز اقول مثلا هنا ادي كار 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 cars. انا هنا عايز اقول سيارة الولد a boy's car، سهلة جدا. سيارة البنت a girl's car. سيارات الأطفال children's cars. سيارات الرجال men's car. سيارات النساء women's car. بكل سهولة كده؟ بكل سهولة جدا. أما إذا كان عندي الجمع المنتظم، إيه هو الجمع المنتظم يا أستاذ؟ regular plural، الجمع المنتظم. طب الجمع المنتظم ده ماله؟ اللي ينتهي بإس. يعني مثلا a boy a bag a book. تعالوا نجمع يا شباب الأسماء دي. a boy في الجمع بتاعها تصير boys بإضافة اس الجمع. a bag bags a book books. طيب أنا هنا عندي الجمع يا شباب ينتهي بإس. ينتهي بإيه؟ بإس. إذا حبيت أضيف إليها اس الملكية، ينفع أضيف اس عليها أبوستروفي تاني وهي أصلا نهايتها اس؟ لا يا أستاذ ما ينفعش. أمال نعمل إيه؟ بنضيف الأبوستروفي بس، الأبوستروفي بس. طيب مثلا على سبيل المثال أنا عندي هنا مثلا the boys house، منزل الأولاد. هنعمل إيه يا أستاذ؟ قال لي سهلة جدا، تحط بس الأبوستروفي فتقول the boys house. the boys house، كده أنت عملت اس الملكية. طيب في بعض التريكات كمان نيجي نعرفها. تعالوا هنا يا شباب نقول. بس قال لي هنا تستخدم الأسماء المفردة زي ما أنا قلت a boy's name spider's web a dog's tail. طيب تستخدم اسم مع الأسماء الجمع الغير منتظم زي ما احنا قلنا men's coats children's clothes women's bags. كل الأشياء دي لو لاحظنا اهو men's لا تنتهي بإس مع إنها جمع غير منتظم، فضفت لها إس مع الأبوستروفي. أيضا مع الأماكن London's museums، London's museum يعني متاحف لندن. تستخدم apostrophe أو اس apostrophe اس الملكية مع التعبيرات التي تدل على الوقت. يعني مثلا a week's holiday أجازة لمدة أسبوع. tomorrow's weather yesterday's homework
10 minutes break استراحة لمدة 10 دقائق. today's work today's lesson. ايه تاني يا أستاذ؟ نكمل. تستخدم اس الملكية مع الأسماء الجمع المنتظمة. apostrophe. تستخدم الابوستروفي، لو لاحظنا الاس بعدها الابوستروفي، يعني اهو the boys house horses legs. طيب لا تستخدم الابوستروفي اس او الاس الملكية مع أسماء الجماد. يعني مثلا exercise book، هنا كتاب التدريبات، فما استخدمتش اس خالص، ما قلتش box exercises. طيب computer screen، شاشة كمبيوتر. ink pen، قلم حبر. طيب ما جيتش هنا وقلت مثلا tables leg، كده غلط، كده ايه غلط. ما ليه يا استاذ اتقول table leg؟ ليه؟ لانه ده اسماء جماد غير عاقل، يعني مع الاشياء، مع الاوبجكتس، فما استخدمش اس الملكيه مع الاوبجكت، مع الاشياء، زي ما احنا شايفين ink pen. او في طريقه ثانيه يا استاذ ممكن استخدمها اللي هي of، يعني مثلا لو لاحظنا هنا اهو، مثلا بدل ما اقول the house's door، لا the door of the house، the door of the house، انا بستخدم هنا of اهو بدلا من houses door، دي هتبقى غلط، هتبقى ايه the door of the house، the color of the car. تمام؟ فهو not the house's door not the car's color. يبقى احنا في الاوبجكت ما بستخدمش اس الملكيه نهائيا في الاوبجكت، في الاشياء، انما اما بقدم المملوك على المالك، او انا بستخدم of بعد الاسمين. في حاجه هنا كمان قال لي يمكنك استخدام belong to بدلا من اس الملكيه للتعبير عن الملكيه. يعني مثلا this is Sama's dress، هذا فستان سما، فممكن اقول the dress belongs to سما، يعني ايه يخص سما، يخص سما، هذا الفستان يخص مين؟ سما. طيب مع الأسماء المجردة والمعنوية والجمل الطويلة، يعني مثلا the importance of education ما بستخدمهاش، أهمية مثلا التعليم، مش هقول education important مش هقولها، ولا هقول مثلا nature's beauty، لا هقول the beauty of the nature. دي الأسماء المجردة المعنوية يعني، وليس مع الأشياء، فما بستخدمش برضه معها اس الملكية. مع العبارات الطويلة هو زي كده the book of the students in my class، الطلاب اللي في فصلي، أو الكتب أو كتب الطلاب اللي في فصلي. طيب ده كل يا شباب القاعدة بشكل سهل جدا. طيب نراجع تاني القاعدة كده قبل ما نحل الاكسرسايز. احنا قلنا أنا عندي أسماء مفرد وأسماء جمع غير منتظم. يعني إيه أسماء جمع غير منتظم؟ يعني لا ينتهي بإيه؟ لا ينتهي بإس، دول على طول بياخدوا إس الأبوستروفي، إس الملكية. طيب عندي أسماء الجمع المنتظم، يعني ايه منتظم في الجمع؟ يعني ينتهي باس، ينتهي ايه بي اس. قال لي تاتي بعدهم الابوستروفي، تاتي بعدهم ايه الابوستروفي. اول شيء هنا قال لي rewrite the following sentences، وقال لي هنا this bag belongs to my sister، هذه الشنطة تخص مين؟ اختي. فانا هنا قال لي my sisters، فهقول ايه this is my sister's bag. صعبة؟ سهلة جدا. عايز اقول of the table، وهنا قال لي the table has a broken leg، يبقى هنا هقول ايه the leg of the table is broken بكل سهولة. طب عايز اقول dogs the tail of the dog is long، يبقى هنا هقول ايه يا شباب the dog's tail is long. عايزين نحل كمان neighbors معاها اس الملكية.
قال لي نادر owns his bike. نادر owns his bike. فهقول this is نادر's bike. صعب الكلام ده؟ لا سهل جدا. عايزين كمان نشوف the children's. The toys of the children's are in the living room. فهنا هقول ايه؟ The children's toys are in the living room. بس كده يا أستاذ؟ بس كده. قاعدة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا بشكل كبير، وانتظروني في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.